السلام عليكم. جوزي كان عايز يتجوز واحدة تانية علشان أنا ما بخلفش، فهو يعني نفسه يخلف حتة عيل. أنا بصراحة وافقت على طول، بس حطيت شروط. قلت له تكتب لي الشقة باسمي وتتجوز زي ما انت عايز، ولما تتجوز تأجر لها شقة بره. وفعلا وافق وكتب لي فعلا الشقة، وأنا اللي رحت كمان خطبت له وعملت له فرح كمان، لأني ما كنتش عايزة بصراحة أحرمه من نعمة الخلفة، وفي نفس الوقت ما كنتش عايزة أخرب بيتي بإيدي، فقلت بموافقتي أحسن. تخيلوا بقى، امي واخواتي البنات لما عرفوا عملوا ايه؟ عملوا لي فضيحه. امي قالت لي اتطلقي منه وخلي اخوك يجي يسكن معاكي، بدل ما هو دافع دم قلبه في الايجار، وعيشي حياتك انتي بقى. ولما قلت لها لا انا مرتاحه مع جوزي ومش هتطلق منه، قالت لي لو ما اتطلقتيش انا هغضب عليكي وهفضل ادعي عليكي طول عمري، وسابتني ومشت. انا دلوقتي محتاجه نصيحتكم، لاني بجد مش عارفه اعمل ايه. انا مش قادره اتطلق لاني عايشه معاه احلى عيش، مبسوطه جدا، لان هو بيحترمني وصاين كرامتي وصبر معايا 9 سنين على اني ما بخلفش، ولف معايا على كل الدكاتره وصرف عليا ادويه وعلاجات كتير واشاعات وتحاليل. ليه امي عايزاني اخرب بيتي؟ وهل غضبها ده ودعوتها ممكن تاذيني؟ انا فعلا ما غلطتش، ما عملتش حاجه غلط يا جماعه. انا كل اللي عايزاه ان جوزي يبقى سعيد ومبسوط، وما احرمهوش ان هو يخلف. مش كفاية انا اتحرمت من نعمة الخلفة، احرمه هو كمان؟ وطول ال9 سنين ما شفتش منه حاجة وحشة. اقوم انا بقى اقابل ده ان انا اتطلق منه واخرب بيتنا؟ وهو كمان مش عايز يطلقني ومتمسك بيا جدا. قولولي اعمل ايه واتصرف ازاي؟ ايه البجاحة بتاعت الناس دي يا جماعة؟ ايه البجاحة دي؟ يعني امك علشان خاطر اخوك يقعد معاكي في الشقة عايزة تخرب عليكي؟ انا ما شفتش بجاحة كده بصراحة. لأ طبعًا، اوعي تسيبي جوزِك طالما إنسان كويس وبيحافظ عليكِ وخايف عليكِ. إيه المشكلة يعني لمّا يتجوز؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى حلل الجواز تاني وتالت ورابع ليه؟ ما علشان الظروف اللي زي دي. مستنية أعرف رأيكم في التعليقات، واستنوني إن شاء الله في حلقة جاية في مشكلة جديدة، والسلام عليكم.